حتى هذه اللحظة اللي عم بتحدث فيها مع سيادتك في أكثر من 600 آية في القرآن، ولا أحد من المفسرين وقف عندها ولا حدا رآها. مثال: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. من العلماء والمفسرين حتى هذه اللحظة وقف عند هذه الآية؟ عم بقول يا أخي في عندك 6000 آية علمية. أنت دارس شريعة، ما هي شغلتك. أنا مختص فيزياء ما هو الدرس العلمي من وكذا. هذه الآية؟ يا أخي طب دكتور كيالي، ما هو الدرس العلمي من هذه الآية التي ذكرتها وتقول بأن المفسرين لم يلتفتوا إليها؟ أمور مذهلة سيدتي. مثال، هذا مثال سيدتي، وجوجل أمام الناس جميعا، عندهم جوجل حاليا. أي أحد من السادة المشاهدين يكتب حاليا على جوجل فيزياء الليل، ما بيطلع له غير علي كيالي من بين كل علماء الفيزياء يتحدثوا عن فيزياء الليل. طيب يا أخي، أنا عندي صورة اسمها صورة الليل. لحد الآن الفيزياء، علماء الفيزياء ما قادرين يوجدوا لي فيزياء الليل. كل الفيزياء هي فيزياء الضوء. طيب أين الليل؟ يعني أقول لهم يا أخي أنت يعني ما أنا قادر تستوعب هذه الآية. مثال سيدتي، على سبيل المثال، الله قال سبحانه وتعالى عن الجنة: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا، من علاقة مع الزمهرير؟ طيب مع ذلك الله قال عن الجنة: ويدخلهم ظلا ظليلا. طيب يفهمني كيف في ظل بدون